بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الساعة 5:30 دلوقتي بعد الفجر يا حبايبي. هنبدأ يومنا معاكم النهاردة بفيديو جديد إن شاء الله. هنوريكم الطبخ الصعيدي. هنا جبت شوية زيت، حط شوية زيت، حطيت معلقتين توم مهروس، وطبعا الفراخ غسلاها ونقعاها مرة واثنين وثلاثة. دي فراخ بيضة تربية بيتي، مربيها في البيت يعني. اشوحها كده مع التوم مع اللوري، اقلبهم ياخدوا الصدمة، وبعد كده اضيف عليهم شوية مية سخنين وعصير طماطم، واسيبهم ياخدوا يدوا مع بعضيهم لما يعملوا شوربة والفرخة تستوي. اهو بسم الله ما شاء الله، شوربة زي العسل، ولا لها اي ريحة ولا اي حاجة. ما فيش احلى من التربية البيت. اللهم بارك. كان يوم مليان مشحون عندي على اخره. كان عندي غسيل، الغسالة بايظة ما شاء الله بتاعتي، فشغلت الغسالة العادية، لميت الغسيل وطبقته لما الواحد تهد في يوميها. لميت الغسيل كله اهو، طبقته كله. والله المستعان. اشتركوا في القناة ودوسوا لايك، الله يرضى عنكم ويصلح حالكم يا رب. اشتركوا في قناتي، كل يوم بإذن الله ربنا يعيننا وننزلكم فيديو جديد. اهو ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله تم بحمد الله، خلصتهم. طبعا الكمية دي ما تكونش عندي، بس عشان الغسالة الأوتوماتيك كانت بايظة. ومعكم الشيف مروة الصغير. أصرت إن هي أول ظهور، أول حد يطلع على القناة تكون هي. وهي على فكرة مروة الصغيرة دي صاحبة الفكرة بتاعت القناة أساسا. هنعمل شوية رز بشعرية. اهو بنقلب الشعرية والرز مع بعضيهم. بعد ما خدت اللون الذهبي الشعرية نزلنا عليها بالرز. هنقلبهم شوية مع بعضيهم لغاية لما يسخنوا في بعض كده، الرز مع الشعرية تسخن. وبعد كده هضيف عليهم شوية من الشوربة وشوية مية. هظبط الملح بتاعهم طبعا. صلوا على الحبيب المصطفى، صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانت بتطبخ دايما خلي ذكر الله على لسانك. اي حاجة بتعمليها في المطبخ، اي حاجة تعمليها خلي ذكر الله على لسانك دايما، والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو عندي شوية شوربة خدتهم في الحلة الصغيرة دي. شوفوا الكنكة دي لها حكايات وحكايات، هنبقى نحكيها لكم في فيديو مخصوص لوحديها.
الكنكة دي احسن من احسن فلتر على فكرة. انا جبت شوية الشوربة دول، هنطبخ شوية بامية ناشفة، ومعاكم على القناة ان شاء الله هنوريكم ازاي بننشف البامية وبنطحنها وازاي بتطبخ. خدت معلقة على شوية الشوربة دول، معلقة من الكبيرة دي، وتسيبيهم يغلوا شوية، وشوية كزبرة، وتظبط الملح بتاعهم ما شاء الله. وطلعت الفراخ حمرتها، وخلاص الرز خلاص قرب يستوي. كانوا البنات خلاص قربوا يرجعوا من الدرس، وابوهم يرجع من الشغل. وهو جهزنا الغدا، غدا بسيط الحمد لله. مش بقول لكم كان يوم مشحون، كان عندي اوردر فريك وعايز يتنضف. جبت الكمية كلها وغربلتها ونقيتها نظفتها، اللهم بارك. فريك زي العسل اهو. الايام دي موسم الخير كله، الفول والفريك والقمح، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. فريك زي العسل. كان ناس طلبه مني، فانا جبتهم ونظفتهم، جبتهم ودشيتهم ونظفتهم اهو. بكمل تنظيفهم بعد الدش. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع وحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا رب عيني على ارزاقنا، وعيننا على اكل عيشنا يا رب. ربنا يعيننا ويعينكم ويعين كل واحد على حاله. كلنا بنسعى على رزقنا، كلنا نسعى على اكل العيش. وعلى فكرة الشغل مش عيب، اي حاجة تعرفيها تلاقيها بالرزق الحلال وبالشغل الحلال، ما فيهاش اي عيب. ربنا يرزقنا ويرزقكم بالرزق الحلال الطيب يا رب، ويوسع علينا وعليكم وعلى الجميع، اللهم امين. الكمية كانت تقريبا 20 أو 25 كيلو. خدتهم تنظيف، اللهم بارك. كان يوم من أول لآخر شاقة بصراحة. خلاص خلصتهم وعبيتهم. كل سنة وانتم طيبين عند حبايبي.